متى يرفع الفعل المضارع؟ يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بأداة نصب ولا أداة جزم. مثال: يذاكر الطالب دروسه. فالفعل هنا الفعل يذاكر لم يسبق ولا بأداة نصب ولا بأداة جزم، فهنا نقول عليه إعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب إيه هي علامات رفع الفعل المضارع؟ يرفع الفعل المضارع يا إما بالضمة الظاهرة يا إما الضمة المقدرة يا إما ثبوت النون. أولا الضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، يعني الفعل المضارع نفسه كان إيه حرف صحيح، تمام؟ مثلا يقول لك إيه يكتب الطالب الواجب، يكتب الطالب الواجب، الفعل هنا يكتب ده فعل إيه؟ فعل صحيح الآخر، فعل هنقول عليه إعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر. يعني إيه معتل الآخر؟ يعني آخره حرف علة، وحروف العلة هم إيه؟ الألف والواو والياء. مثال: يسعى المؤمن إلى الخير، فالفعل هنا الفعل يسعى فعل معتل الآخر، فهنقول إعرابه إيه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، تمام؟ فعل ثبوت النون إذا كان الفاعل من أفعال الخمسة، زي مثلا إيه؟ الطلاب يستمعون إلى المعلم، فالفعل يستمعون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة. طبعا الواو ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل.